السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كوكويزين دي زاد. نتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعي. اليوم البنات جيتكم بوصفه جديده على قناتي، وصفه سهله بطريقه جد مبسطه، ان شاء الله تنجحوا فيها كاع كي غادي تجربوها. اليوم جيتكم مرقه تاع الرقاق ولا تاع التريد على طريقه الغرب الجزائري، خاصه على طريقه الناس معسكر. هذه الوصفه تجي بنينه بزاف بزاف، صدقوني واحد البنه روعه. غادي نشارك معكم كيفاش نحضروها بطريقه جد بسيطه وسريعه. نتمنى تتابعوا معي الفيديو حتى التالي باش تكتشفوا مقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش حبيباتي واخواتاتي تخلوا لي جيم لا فيديو هكا باش تعاونوني وتدعموني باش القناه تاعي تكبر وتوصل لاكبر عدد من المشاهدات. ونقول اخوات اللي مشوفوا فيا اول مره، مرحبا بكم عندي. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد تاع فيديوهاتي كي نحطهم. نتمنى لكم البنات فرجة ممتعة. نبداو بسم الله على بركه الله. طريقه تحضير هذه الوصفه: نجيبوا لا كوكوط تاعنا البنات، نديروا فيها 2 مغارف كبار تاع الزيت، نزيد معها شويه تاع اللحم. هنا اللحم لكم اختيار، هي نورمالمون مرقه تاع الرقاق تجي بالدجاج، انا هنايا ما بغيتش ندير الدجاج، درت اللحم تاع خروف ولا تاع بكري كيما تبغوا. ندير حبه تاع بصله كبيره نربوها غايه، نزيد معاها عود تاع قرفه، لازم البصله تاعكم تكون كبيره البنات. ونخلو هذاك البصل مع هذاك اللحم يتقلى. نضيفوا لها التوابل، عندنا شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع زعفران، نتوما تقدروا تستبدلوا الزعفران بالكركم، لكم الاختيار. انا هنايا نبغي ندير الزعفران، درت الزعفران. ونزيد عليها البنات شويه تاع سكنجبير، ما نكترش السكنجبير هكا. ونخلط هادو المكونات ونخلوهم يتقلاو لنا غايه. لازم البنات البصل تاعكم مع اللحم يتقلى مليح باش يطلق هذيك البنه تاع اللحم كيما راكم تشوفوا. انا هنا استخدمت اللحم تاع البقر، نتوما تقدروا تستخدموا اللحم الخروف كيما هكا. قلت لكم هي الوصفه الاصليه، المرقه تاع الرقاق تجي بالدجاج ما تجيش باللحم. هنا البنات نخلوها تقلى مليح مليح. كي نجي يتقلاو معنا اللحم يتقلى لنا غايه، دروكش نروح نجيب حبه كبيره تاع طماطم تاني مرابيه، نفس الحجم تاع الحبه تاع البصله هو نفسه الحجم تاع الطماطم اللي غادي نربوها ونحطوها كيما هكا. نزيد عليها ربع ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، ربع ملعقه فقط ما تكتروش بس كنا دايرين ديجا الطماطم. نزيد عليها الحمص ضروري في مرقه تاع الرقاق ولا تاع التريد. الحمص هذا ديجا كنت شمخته من قبل، انا دائما كنشي الحمص نبيته في الماء ليله كامله وندسه في الثلاجه باش نخدم به. شوفوا البنات جبته من الثلاجه مباشره وحطيته في لاكوكوت عادي. هنايا اش غادي نديرو كخضار. الخضر هنايا ديروا اللفت ضروري في الوصفه تاعنا، يعطيها واحد البنه ما شاء الله. المرقه تاع الرقاق تاعنا نديروا اللفت ونديروا الجزر ونديروا البطاطا. البنات ما نقطعوهمش، نخلوهم بالشكل تاعهم كيما هكا باش عاد كي نبغوا نقدموهم نتحكموا في الشكل تاعهم ونحطوهم كيما نبغوا حنايا. هنا كلمه اختياريه البنات، تنجموا هاد المرحله ما ديروهاش تاع الجامبو ذوق الخروف. ضفتها شويه، درت هكا وحده ودرت شويه تاع الملح، ما كترتش الملح باسكو درت جامبو ذوق خروف. عندي هنايا كرافس ضروري في المرقه تاع الرقاق، نديرو شويه تاع كرافس. وهنايا المقطع راحلي نزيدو تاني الرند، ورقه تاع الرند. نمرقوا البنات الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا تاع المرقه، نمرقوه غايه ونحاولوا نخلطوا شويه. انا هنايا نمرق بالماء بارد عادي، كاين بزاف اللي تقول لك مرقي بالماء سخون باش الماكله تجيكم بنينه. انا صدقوني نمرق بالماء بارد عادي والماكله تجي سكر ما شاء الله. يعني الماكله ماشي شرط تمرقي بالماء سخون ولا ماء بارد باش تجيك شابه. المهم البنات هنا بعد ما غلقنا عليها وخليناها طابت، تشوفوا هنايا اني قلعت الخضره تاعي كي طابت، قلعت هذيك الجزر وبطاطا، نعرفوها بلي ما تجيش الوقت تطيب بزاف مع اللفت نقلعوها. عفوا قلعت الجزر قلعته هو البطاطا، واللفت خليته باسكو هو يطول في الطياب شويه. كي طيبته وكاع كملت الطياب تاعه، دروك صفيت الخضره كيما راكم تشوفوا هنايا. نروح نصفي هذيك المرقه تاعي، نصفيها باش الشكل تاعها يجيني شباب وما يبقاش هذاك البصل فيها. هنا البنات بغيت نوري لكم الرقاق
تاع معسكر. شوفوا كيفاش يجي شباب ما شاء الله، يجي روعه. هذا الرقاق، هذا الرقاق البنات ماشي انا خدمته، خدمته لي عمتي، ربي يحفظها ان شاء الله ويجد لها في صحتها. ما شاء الله. شوفوا البنات، تلمو اللي نحل لكم فيه راه يتقطع لي، تلمو اللي جا رقيق بزاف بزاف. شوفوا جاي فان، جاي شباب بزاف. هذا الرقاق ماشي جاي كاع معجن، مخدوم بالسميد البنات، ماشي مخلط بالفاينه. شوفوا يدي راهي تبان في الوسط. شوفوا الحواف تاع الرقاق البنات كيفاش جايه رقيقه، ماشي جاي كاع معجن. هذا الرقاق تاع معسكر البنات. شوفوا ما شاء الله. انا شحال من خطره انا بغيت ندير الرقاق، بصح راكم عارفين الظروف تاعي، قلت لكم نخدم وكاع ما لقيتش، ما عنديش الوقت باش نديره. على هذيك طلبت من عمتي تخدمها لي، ربي يحفظها وربي يخلي لها صحيحتها ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، هنا الرقاق حنايا في معسكر كيفاش نديروه. كي نبغوا نقدموه لازم نديرو كسكاس ونديروه الماء ونخلوه يحمى شويه، نحطوا هذاك الرقاق. علاش نديروه، علاش نحموه في الماء البنات؟ باش ما يشربلناش المرقه بزاف، باسكو كون غادي ديروه بارد غادي يكونسومي لكم مرقه بزاف وما تقادكمش المرقه تاعكم. على هذيك كي تسخنوه وتسقوه بالمرقه تاعه، هذيك هي يجي سوا وما يشرب لكمش المرقه بزاف. هذيك ملاحظه باش تقدموا الرقاق تاعكم يجيكم شباب، وتاني كي تسخنوه يجي شباب خير من اللي يكون بارد. المهم هنا البنات شوفوا راني قطعه فيه تقطيع عشوائي، راه سخون ديجا، راه سخون في يديا. راني جبت فيه مباشره من الكسكاس ونحط فيه كيما هكا في الطبسي. قلت لكم جا الرقاق روعه روعه روعه. هنايا راني نقطع فيه كيما هكا تقطيع عشوائي، نحاول نحط فيه في البلا تاعي كيما هكا. صدقوني هذا البنات كتشوف فيه كيما هكا كلينا حاجه ما خليناهاش. المهم هنايا ندير قطعه تاع اللحم. ديجا هنايا كنت هذا اللحم هذا ما بقى لي، ديجا كنت جو عندي ضياف وقدمت لهم طبق تاع الرقاق بالمرقه، وهذا للحشا بقى لي بغيت نشاركه معكم. انا جبت البطاطا كاع، قلت لكم باللي خلوها حبه مصوره، باسكو علاه، باسكو كي نبغوا نقدموها حنا نتحكموا في الشكل تاعها. هنا زينته تزيين بسيط، شويه تاع جزر، بطاطا، لفت البيض المغلي والحمص كما راكم تشوفوا. يجي بنين بزاف بزاف. هذا الطبق تقليدي ديروه في مناسباتكم وافراحكم، في المولد النبوي وفي عواشركم، ولا كي يجوا عندكم ضيافكم. صدقوني هذا الطبق يجي رائع اكثر من رائع. درتها لكم اليوم على طريقه ناس معسكر، ناس الغرب الجزائري. نتمنى تجربوا الوصفه في اقرب فرصه وتكتبوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم. راكم شويه مقصرين من جهتي البنات في التعليقات وفي لي جام، نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بالتعليقات والجام. شوفوا هنا غادي نمرق معكم، تشوفوا البرقه جات بنينه، جات عاقده وخاثره. درتها لكم مقادير مضبوطه ان شاء الله يا ربي تنجحوا فيها. نسقوا كيما هكا كاع الرقاق تاعنا. قلت لكم لازم يكون سخون الرقاق باش ما يشرب لكمش المرقه بزاف. هذه هي الوصفه تاع اليوم البنات، نتمنى تكون عجبتكم.